السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ طبعا البط ده انا صورت فيديو. هتستغربوا فرق في البط. هنا شايفين الشكارة اللي تحتيهم عاملة ازاي؟ انا هنزل الفيديوهين في وقت واحد، بس بين الفيديو ده وده 15 يوم. الفيديو الاولاني نزلته النهاردة، وده برضو هينزل النهاردة ان شاء الله، لان بصراحة كان مركون عندي على التليفون، ما كانش معايا وقت ان انا منتج وانزله. هنا طبعا ما شاء الله هغير لهم الشكارة دي بنحوشها ايه. يعني النهاردة انا هنقلبها دلوقتي، وبكرة ان شاء الله هشيلها خالص واحط غيرها. شايفين ما شاء الله بقى عامل ازاي؟ يعني كده ما كانش يكمل لسه اساسا. يعني هقول لكم على حاجة، مش 15 يوم كمان. البط ده كده كان عمره 11 يوم بالظبط، للأمانة يعني مش 15 يوم. شايفين ما شاء الله بقى عامل ازاي؟ اللهم بارك. يعني هما بياكلوا طبعا علف ان انا وريتها لكم، اللي هي العلفة الناعمة. و... وبنحط لهم، زودنا المية شوية. كان الاول يعني انا بصراحة مش عارفة احط مية في ايه، حط لهم مية في علبة بتاعة تونة. شايفين ما شاء الله يعني بسم الله ما شاء الله بياكلوا ازاي. اللهم بارك. ادي تاني علبة اهي، حاطينهم من العلبتين دول بصراحة لان واحدة ما بقتش تعمل حاجة يعني. طبعا هم عددهم 5 زي ما انتم شايفين، وحاطينهم في القفص ده جنبينا في البيت، يعني تحت مش فوق على السطح عند الطيور. حبايب قلبي ما تنساش بقى اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد. واتمنى ان انتوا تكملوا مشاهدة الفيديو، ويا رب الفيديو ينال اعجابكم. و... وان شاء الله دي احنا مع بعض. وانا بصراحة يعني هو ده محتوى الطيور بصراحة. يعني مش عندي ان انا مثلا حاجة تغطي المحتوى كامل يعني. فاهو ده الحمد لله رضا اللي موجود. وده احنا بننوع يعني مرة اكل ومرة عند الطيور. وبتمنى ان اللي بيشوفوني لأول مرة يدخلوا قناتي ويشوفوا الفيديوهات، وان شاء الله هتعجبكم. مع السلامة.